هو انت فريلانسر وبتحس انك انت بتجري ورا الشغل، بتقدم في شغلانات كتير ومحدش بيرد عليك، بتبعت البورتفوليو بتاعك وما بيتقبلش، وبتتفاجئ بسؤال بيلسع: لو انت جامد كده انا ليه اول مره اسمع عنك؟ الرد الحقيقي: المشكله مش في شغلك ولا في شهادتك ولا حتى في عدد البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها وعملتها. المشكله في حاجه واحده: انت ظاهر في السوق ازاي. في فرق كبير ما بين انك تكون شاطر وما بين انك تكون واضح ومرئي قدام الناس اللي بتدور عليك، وده بيسموه ببساطه البيرسونال براندنج. هو اللي ممكن يوصلك انك انت اللي تختار الشغل اللي يليق بيك ويناسبك، مش الناس هي اللي تختارك، وتخلي المحتوى بتاعك في الاخر هو اللي يرد على السؤال بتاع انت مين. هترفع سعرك والناس هتوافق عليه وهم ساكتين. يعني بدل ما تقعد تشرح نفسك في كل رسالة، بوستاتك وفيديوهاتك وحتى البايو بتاعك هو اللي هيعرف عنك وهو اللي هيمهد عنك قدام الناس من غير حتى ما تتكلم. وعلشان أأكد لك، تعال نشوف الإحصائية دي من موقع أبورك. الإحصائية بتقول إن الفريلانسر اللي عندهم محتوى تعليمي على لينكدين أو تويتر أو أي منصة من منصات السوشيال ميديا بياخدوا فرص شغل 3 أضعاف أكتر من اللي ساكتين وما عندهمش أي محتوى. والنتيجة: في زمن الزحمة اللي احنا فيه دلوقتي، اللي عنده براند هو اللي صوته بيوصل، واللي صوته بيوصل هو اللي بياخد أحسن وأغلى وأكتر كمية شغل في السوق. قول لي كده في الكومنتات، لو عندك مهارة وعاوز تخش عالم الفريلانسرز، ايه اول خطوه ممكن تبتدي بيها علشان تبني البراند الشخصي بتاعك؟ هستنى ردك في الكومنتات. السلام عليكم.